الروتين الصباحي طبعا لكل يوم لازم نصحى من الفجر عشان نلحق نعبي مي، لانه لو ما عبيتي مي ما في حدا بيجيب مي هان، لازم تعبي مي. والمعاناة اليومية لكل الشعب الفلسطيني بغزة. هاي المي كلها تبرعات من ناس بتتبرع للمدرسة. تبدأ نهارنا بالغسيل، وببدأ أنا يومي إني أغسل بدري عشان الغسيل ياخد الشمس كلها وينشف. طبعا هاي الصابون اللي نستخدمها صابون غسيل يدوي، صناعة يدوية، مش كتير سيئة ومش كتير يعني نوعية منيحة، بس هاي الموجود في ظل الحرب. بنحاول بأقل الإمكانيات نمشي يومنا. طبعا هالوقت بنتقل لمرحلة شطف الصف وتنظيف المكان اللي احنا عايشين فيه، طبعا في ظل هيك تجمعات كبيرة وأعداد كبيرة بيكون في كتير أمراض وكتير أوبئة، فأنا بضطر كل يوم أغسل الصف. حتى لو ما فيش مي لازم أستخدم الكلور وأستخدم أي مادة مطهرة إني أغسل كل يوم الصف فيها. طبعا الحرب ما خلت شي. طبعا انتوا شايفين هاي المساحة اللي بنمسح فيها في شي ايد، احنا بنستخدم اي خشب وبنستخدمه لانه ما فيش بديل انك تجيبي مساحة كاملة. طبعا الصف كله مساحته نوعا ما منيحة، بس بالنسبة لانه انا واهلي عايشين في نفس الصف، انا وزوجي واهلي، يعني نوعا ما منيحة احسن من الخيمة. انا كنت عايشة برفح في جوا الخيمة تقريبا 8 شهور، تعبت كتير. هيك طبعا الصف بكون كله تقريبا انمسح بالكلور وبالتعقيم. طبعا بكمل نهارنا بإشي تاني ان شاء الله.